بسم الله الرحمن الرحيم. بقى انا بناشد محافظ الجيزه اللي انا تابعه. قال لنا المنطقه بتاعتي تابعه ليه. احنا في منطقه اسمها ابو قتاته تبع اسم برئيس دكرور. احنا السقف ده وقع علينا الساعه 6 الصبح على واحده عندها 60 سنه وطفل عمرها 6 سنين. رحنا عملنا جبنا الجيران ووريناهم المنظر، قالوا لنا اطلعوا على الاسم. طلعنا على الاسم، قلنا له عايزين نعمل محضر بدماغ الست البنت الطفله اللي دماغها مفتوح دوت والشقه والسقف بتاع الشقه. قال لنا حاجه من الاثنين، قلنا الشقه. عملنا المحضر وقال لنا وصلوا لي الحي، ورحنا الحي والحي مشكورا قال لي جه وعين وشاف الوضع وشاف المنظر. قال لنا خلاص ماشي، احنا عملنا المحضر وكله تمام وهيطلع يوم الاحد، تعالوا استلموا يوم الاحد. احنا دلوقتي بتاع الاستاذ بتاع الحي قال لنا اعملوا نزلوا السقف، بقيه السقف واعملوها على حسابكم عبال ما القضيه تاخد مجراها. احنا صاحب الشقه مش سائل فينا خالص. احنا قلنا بدل مره اتنين وتلاته قبل ما يجيب ساكن، احنا قلنا السقف بينزل ميه علينا، السقف بينزل ميه، ومفيش اي استجابه لكلامنا. برضه بيسكن الشقه والناس تمشي وناس تيجي. السقف دلوقتي خلاص احنا وصلنا للبلاط بتاع الشقه اللي فوقينا. احنا كل ما نوقع كده السقف بتاع الشقه اللي فوقينا باين اهو قدام حضرتك. فاحنا مش عارفين نعمل ايه. احنا دلوقتي بنناشد رئيس يعني انا مش قادره اتكلم، مش عارفه اقول ايه، بس غصب عني انا اسفه جدا. المنظر والله الواحد فيه من ربنا اللي يعلم بيه، معلش انا اسفه. انا بس بناشد محافظ الجيزه ان هو يشوف الوضع ده المنظر ده، ولو يرضيه ماشي. الدورين اللي فينا دول من غير عمدان، والشقه اللي فينا بايظه، والحمام بايظ، والمطبخ بايظ، والادوار اللي فوق كلها بايظه. فاحنا عايزين حد يجي يشوف الوضع ده يا جماعه. ما ينفعش احنا نقعد كده فصل اطول من كده، والله مش هينفع. وشكرا.